انا متضايق قوي. كوبايه المينيونز كسرت. امي حطت فيها اريا مسحوق غسيل وحاجات زي كده، مش عارف اتكسرت ليه. ليه الحاجات الحلوه دايما عمرها قصير؟ شوف القط واقف هناك ازاي، ولا اسكسح الا اسكسح يلا يا قط يلا. الخاتم ده بقى ليه قصه، انا كنت قلت لكم قبل كده عليه بس يعني ما قلتهاش، هبقى اقولها بعدين ان شاء الله لما يستضيفوني كده في قصه نجاح، يقولوا لي ايه قصه الخاتم ده يا عموره، فاقول لهم ده ليه قصه بقى هبقى احكيها في برنامج تاني، مش هحكيها هنا لان انا سايبها البرنامج الاكبر. كل برنامج افضل اقول كده لحد ما ابقى في اكبر برنامج بس خلي بالك انت غلطان لحاجه بقى. ليه؟ لانك المفروض تقول لي مفيش اكبر من البرنامج ده. يعني المفروض كنت تقول لي ده اكبر برنامج تحكي فيه القصه. كوبايه المليونز اتكسرت. كرمانجي ابدا ورد. عايزك تتخيل معايا المشهد ده. دوحه والبيست فريند بتاعه عوني قاعدين على قهوه وطالبين عدد 2 شاي نعناع ولسه مخلصين اخر لا مؤاخذه 10 ضمنه بنت فتاكه دعاكه وهاتك يا حكي ونميمه. دوحه مصمم يقول لعوني 3 حاجات لو عملتهم البنت هتبقى زي الخاتم في صباعك، وعوني بيعيط بالدموع وبيقول انا فرد الكاوتش. دوحه مقتنع ان لو عوني كلم البنت دلوقتي وشتمها بابوها بدون اي مقدمات وبدون اي اسباب، البنت لسبب ما جوه دماغ دوحه هتحب عوني وتتعلق بيه. هو مريض نفسي مش عليه حرج يا جماعه، الراجل ده تعبان في دماغه. ده كان فاكر ان النشادر بسكوت جايه من الكويت او الخليج او معرفش. كان فاكر ان النشادر كوكيز جايه من الكويت او من الخليج او معرفش. بعد محاولات بائسه من دوحه عشان يقنع عوني اخيرا اقتنع وطلع لا مؤاخذه تليفونه ورن للبت وقال لها ازيك يا بنت وعينك ما تشوف الا كل خير. البنت شتمت عوني، اهله، نسله، صحابه، اي حد قريب منه، اي حد بيقرب منه، اي حد هيقرب منه، ولو حتى انا قلت ولو باللبناني كده ولو انه ايه، وقالت له يا صغير. ومن هنا جه موضوع حلقتنا النهارده، واكيد مش هنتكلم عن الصغير. احنا النهارده هنتكلم عن اخصائيين او خبراء العلاقات العاطفيه. ودلوقتي اهلا بكم في برنامجكم الدارج المحبوب جدا 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 جدا، اقوى عمل فني في الشبكه العنكبوتيه في الوقت الحالي وفي الوقت اللي جاي وفي اللي مضى وفي كل وقت وفي كل حته في كل زمان تحت اي سما في اي وقت تحت فوق اي ارض. الاعظم ولك ولو خيه انه ايه، انه واقف على الطرف ايه، ولكولو انا في اللبناني خلي بالك مرعب. خبراء العلاقات العاطفيه طبعا مش محتاج اقول لك ان من حوالي 50 60 100 سنه قبل ما يخترعوا الموبايل اللي بكاميرا اماميه، واخد بالك، ما كانش في حاجه اسمها ما كانش في حاجه اسمها خبراء علاقات عاطفيه. كان زمان العلاقات عاديه، يعني هي كانت علاقات عاطفيه عاديه. لما اتطوروا اكتر قال لك لا احنا نعمل لهم بقى ايه، خبراء علاقات عاطفيه. وخبراء العلاقات العاطفيه هم الناس اللي دايما يعني انا اسف في اللفظ بيخرقوا نفسهم، لا مؤاخذه بيخرقوا نفسهم عشان يدوك نصايح في علاقتك انت، في حياتك انت، بيعرفوك ازاي تعيشها. يعني انت والبنت اللي معاك شريكه حياتك دي مش كفايه لازم تلجأ لواحد من بره او لواحده من بره تقول لك ازاي تعمل ايه في حياتك العاطفيه. وانا بقى عايز اسالك سؤال، انا عايز اسالك سؤال بحكم العشره، بحكم الجيره، بحكم حاجه يعني، هل انت هتاخد راي خبير العلاقات العاطفيه في كل حاجه؟ رد عليا بس. كل حاجه. حاسس ان انا استعجلت قوي، يعني حاسس ان انا اختصرت نص الفيديو. يعني المفروض الكلام ده كان اقوله ايه ده، يعني المفروض كنت اقول الكلام ده في نص الفيديو مثلا او في الاخر خالص. انا مش عارف، حاسس ان انا استعجلت قوي، حاسس ان انا اكلت نص الفيديو في الحته دي. وعشان تشتغل شغلانه فانت غالبا لازم تكون درست في كليه ليها علاقه بالشغلانه. فالتاجر لازم يكون درس في كليه التجاره، المهندس كليه الهندسه. نيجي عند كليه الاداب والقاعده لا تخضع، هذا لا يخضع للقاعده، هذا لا يعني ينفعش يعني مش لا القط قاعد مديني مؤخرته، انا شايفه هنا في ولا سينكو. خليني بقى انا ايه بصوت واطي عشان ايه ما نزعجش منامه يعني. سكسع. طب خبراء العلاقات خريجين ايه؟ كليه الدنيا، جامعه الحياه، يعمل لدى لا اله الا الله.
ومستشار العلاقات العاطفيه، مش عارف اللي قلتها بسرعه كده، هو الشخص في اعتقادي يعني اللي بيبقى ماسك صفحه وبينزل عليها بوست دايما يقول انا عارف ان انت قاعده لوحدك وعارفه ان انت مش لاقي حد يسمعك، فلو احتجتي اي حد يهشكك في اي وقت، بهزر طبعا بهزر والله ما اقصدش حاجه يعني، لو احتجتي اي حد يسمعك فانا موجود، I'm here. وتحس دايما هو بيقول كده اللي هو انا موجود، انا موجود، انا هنا، انا. طب هل خبير العلاقات العاطفيه دايما لازم يكون صح؟ لا، الاجابه ببساطه لا خالص، بالعكس، كل ما كان كلامه غلط وكل ما كان مثير للجدل اكتر، كل ما كان بيثير البلبله اكتر، كل ما كان الراجل ده ناجح اكتر، لانه بيقول كلام غلط. ودي انا مستغربها فشخ بصراحه، يعني المفروض تقول كلام، فاهم قصدي؟ انت فاهم قصدي؟ انت فاهم قصدي؟ انا مش هفضل كده. وخبير العلاقات العاطفيه لازم يكون مخربش، صايع، مقطع بطاقته وماشي بكارنيه قرايبه، او ماشي بالكارنيه بتاعه في نادي الجزيره او نادي الصيد او النوادي اللي هي بيقعدوا فيها بشورتات بيضه زي اللي انا لابسها. خلي بالكم انا لابس شورت ابيض، انا يعني والله العظيم انا عارف انها معلومه unnecessary unnecessary. ده احنا اتثقفنا خالص. وبعدين المفارقه اللي بشوفها فعلا حاجه مضحكه جدا يعني من وجهه نظري طبعا، ان مفيش خبير علاقات في علاقه، يعني هو دايما جاي كده من طلاق او بيدور لسه بيعس، تحس ان هو ايه، بيدي الايمج بتاعته اللي هو لو انت معايا انا هعمل كده، مش زي الشلحف اللي انت مرافقاه. شوفي الجحش، شوفي الحلوف اللي انت عارفاه، لو انت معايا حياتك هتختلف عن كده، انا هعرف ادلعك صح. ما اقصدش الدلع بمعنى اللي هو يعرف يعني يطلع لها، يعني انت فاهم قصدي بقى، انت فاهم قصدي، مش كل شويه افضل اعمل ديكلاريشن لا اله الا الله. يا جماعه والله انا منكم بس بعرف اتكلم زيهم. احنا جامدين قوي والله، جامدين قوي. وبالمناسبه انا مش شايف ان الطلاق عيب، بالعكس انا شايف ان هو حل في علاقات، الحل الانسب ليها ان هم يتطلقوا وكل واحد يشوف حل سبيله وخلاص، يا دار ما دخلك شر، وطالما بالاتفاق او بالتراضي والامور طيبه مفيش مشاكل. بس انا بشوف ان المفارقه ان دايما ايه، يعني عارف انت لما يبقى حلاق مثلا اسمه شعراوي واقرع، انا جبت اسوأ مثال واول حاجه جت في دماغي اسهل واسوأ، ما اعمل ايه طيب، ما هو البرنامج اسمه ايه، الدارج، يعني هو دارج يعني حاجه متعارف عليها، انا بجيب لك حاجه دارجه واخد بالك. فبجد انا عايز افهم ليه خبير العلاقات ما يطلعش مثلا وهو عنده اسره مستقره بالفعل وهو شغال مثلا محاسب بيقبض فوق ال 8500 جنيه في الشهر، ويطلع يقول مثلا ازاي قدر يعدي ب 8500 جنيه في الشهر، لان ده سؤال مهم، ده سؤال مهم جدا جدا جدا. وعشان بقى يخلي الموضوع قال يعني بقى ايه، يحلل لك القرش، يحلل لك الموضوع، يقول لك انا طلعت لك رول اوف 5، انت تبعت لها المسج وتستنى 5 دقايق، وايه يا عم ده، ايه يا عم ما ردتش عليك بعد 5 دقايق، ما ان شاء الله مع انها ردت بعد 5 دقايق، ايه يا عم ما تردش، يعني ممكن تكون مشغوله، ممكن تكون مثلا دلوقتي بتحني مثلا شعرها، ممكن تكون دلوقتي هي بتصبغ اطراف شعرها، ممكن تكون بتعمل اي حاجه، ممكن دلوقتي بتكون مثلا بتحلق دقنها وهي تبعت لها وانت يا ستي بعتي له مثلا والراجل ما ردش عليكي الا بعد ربع ساعه، ممكن يكون في الحمام يا ستي، ما ممكن يا ستي يكون في الحمام يكون عنده امساك مثلا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، الامساك ده حاجه صعبه قوي، ممكن يكون راجل تعبان دلوقتي بيعاني بيعافر وانت بتطبقي عليه رول اوف 15، ما هو في رول اوف 5 وفي رول اوف 15 وفي رول اوف جوستنج، انا بجوست يو، يعني انا بخليك شبح، انا بشبحنك، انا بنططك، بسمعك عصام صاصه، في ده خرا في. يقول لك اللي بيحصل ده اسمه جاز لايتنج، ما تقول بيفسحني، قول بيفسحني، قول شريكي في العلاقه بيوديني ويجيبني، بيشتغلني، بيضللني، ايه جاز لايتنج، ليه جاز لايتنج يا اخي مثقف انت يعني كده، انت كده مثقف لما تقول جاز لايتنج ومانيبيوليشن ما انا برضو عارف الحاجات دي يعني. اه ويطلع لك واحد كده الريشيوز بتاعته 1:1 واخد بالك، ويفضل بقى يقول لك انا ازاي قدرت اجيب كميه النسوان دي وازاي قدرت اعمل فلوس. يا صغير يلا يا ده انت بتضحك على مين يا صغير، كل اللي انت بتجيبه ده ايجار، يعني حتى البنات اللي بتطلع معاك في الفيديو بتبقى مأجرهم ب $50 في الساعه وحاجات زي كده، بعد 5 دقايق تقول لك معاك 55 دقيقه هتعمل فيهم ايه؟ الفيديو خلص يعني في 5 دقايق، هتعمل ايه في 55 دقيقة؟ انا جسمي حلو وانا شكلي حلو وانا قدرت، ولا يقول لك ازاي تبقى على وضعك،
يلا يلا يا صناعي، يا صناعي، يلا يا اصطناعي. انت صناعي واصطناعي، انت مش حقيقي، انت صناعي، انت الصناعي، انت الصناعي، يعني انت معرف بألف ولام، معرف. يا جماعة الموضوع بسيط، انت في علاقة وحشة امشي، في استغلال امشي، في قلة أدب امشي، مفيش حب امشي، مفيش تفاهم امشي، مفيش ثقة امشي، ما بيردش في وقتها ما بتردش ليه، اداكي سبب تمام، ما اقتنعتيش امشي، وانت كمان يا دهل بعتلك ما ردتيش ليه، في سبب تمام، مفيش سبب تمام، التوك توك. وفي بقى محتوى العربيه اللي هو يفتح الكاميرا كده يقول لك مش عيب يبقى معاك الجوهره دي وتعمل لا. طب بص يا معلم، بص يا كبير، بص يا كبير، بص يا كبير، بص يا سيدي، بص يا محترم، بص يا محترم، بس كفايه، بطل اللي انت بتعمله ده بالله عليك، بطل. انا نفسي انك تبطل، نفسي. وانت يا اللي بتتفرجي لو فاكره ان الراجل ده بيدي حياه مثاليه، فانت ده كذاب، ده كذاب، ده بيكربج، تلاقيه بيكلبش في رجل السرير ويقول لك مش هتتحركي من هنا وحاجات زي كده. والله العظيم بيشتغلوكوا يا جماعه. حاسس ان انا انفعلت شويه، عادي يعني مش مشكله، يعني انا اصل كلنا لنا اخطاء يا جماعه، واخطائنا خلي بالك لو عرفناها والله مش هنبص في وش بعض، مش هنبص في وش بعض. يعني انا لحد دلوقتي ليا اخطاء، يعني انا في غلط بعمله كده بيني وبين نفسي ومحدش يعرف ان انا بعمله الا انا بس اللي اعرفه. بجيب فيديوهات محمد عادل الزبال بقعد اتفرج عليها هو وعصام شعبان عبد الرحيم، بقعد اتفرج على الفيديوهات دي بالساعات ما بزهقش. قشطه يا ساكسع يا قط الا. وبعدين اللي انتوا مش واخدين بالكم منه ان خبراء العلاقات العاطفيه اللي على النت بيتغذوا عليكم. هم عايزينكم دايما بتولعوا في بعض عشان هم يطلعوا ينصحوا. بالك الدنيا كلها لو مشيت كويس هم يطلعوا ينصحوا مين؟ تم كشف المخطط بذكاء ودهاء، تم كشف ولاد الحلال، كشفتهم لك. وبعدين انت مستني واحد يجي يقول لك ازاي تعيش حياتك انت؟ يا مجنون يا مجنون، يقول لك روح فسحها خروجه كبيره مش عارف. يلا انت بتفطر ازاز زيت ومش ازازه كامله كمان، انت بتشرب شويه زيت عشان تملى بيهم المعده، واخد بالك، وتقعد طول اليوم معدتك مليانه وعينك مليانه. يقول لك خرجها ديت ب 15 20000 جنيه وهتلاقي خاتم مش عارف. انت بتشرب شملان احمر، انت بتشرب تارجت احمر وشملان احمر. انت صدرك لو فتحناه هنلاقي جوه شجيرات وبكتيريا وفي بشر قاعدين جوه بيسبوا لبعض. انت بتشرب شملان احمر يا ابني، انت شعبك الهوائيه اتحولت يا ابني انت شعبك الهوائيه طلعت دود، دودت شعبك الهوائيه بقت. وفي بقى صاحبك اللي هو بيقوم بدور مستشار العلاقات العاطفيه، ده كل شغلته في الحياه ان هو يديك نصايح غلط زي الخرا. تيجي تبص على حياته، هو عمره ما كلم بنت في حياته، هو يسمع عن الستات اللي هو الست بشعر، كلنا بشعر يا ابني، ما كلنا بشعر يا حبيبي، الرجاله برضو بشعر يعني. وفي بقى اللي فاهمها وهي طايره بقى، اللي هو الخبير بقى اللي عارف كل حاجه بقى، يقول لك قلب الانثى ده ايه؟ تصدق انك غلط، تصدق انك غلطان. احنا برضو فاميلي فريندلي، يعني مش هينفع اقول لك حاجه تانية غير كده. تصدق انك غلطان يا راجل تصدق انك غلطان. وفي بقى اللي تقول لك اصل الراجل مش عايز حاجه، الراجل الصح، الراجل التمام، اكلوه حموه خلاص شكرا. هو معظم الوقت اساسا قاعد في اللاشيء، قاعد مش فاهم ايه اللي بيحصل. هو يحسسك ان هو ملم، بس هو دماغه فيها جوه القرد اللي هو بيعمل كده ده. عارف انت لو فتحت دماغه وهو قاعد مركز قوي كده والله بجد القرد اللي هو اللي عايزين نقوله، انت مش محتاج خبير علاقات في حياتك، ولا انت محتاج تسمع اراء ناس، ولا محتاج تاخد نصايح من ناس. عيش حياتك وتجربتك انت وطلع منها الاستفاده، وحاول تشوف الغلط وما تعملوش. والحياه بسيطه خلي بالك، يعني الحياه وتعقيد الحياه في بساطتها، وبساطتها في تعقيداتها. والله العظيم. حاجه مش عاجباك قول مش عاجباني، حاجه عاجباك قول عاجباني. الموضوع بسيط والله، الموضوع بسيط. وفي الاول وفي الاخر كلنا احرار، والله كلنا احرار. يا عم عايز تروح تتفرج على بلايند ديت شو، روح اتفرج على بلايند ديت شو. عايز تروح تاخد نصايح من واحد بيعمل فيديو في العربيه، او واحده بتعمل فيديو وهي بتجيت ريدي ويز مي، روح اعمل كده يا عم، محدش له عندك حاجه. عايز تروح تتفرج على محمد
والواد اللي بيقول هو ده عادي كده، روح اعمل كده يا سيدي، محدش قدك ومحدش له عندك اي حاجه خالص، انت حر والله انت حر، محدش هيكلمك، اصل مين هيكلمك؟ محدش له. بص محدش له. اسمع بقى مني، اسمع بقى مني انا كده خلصت الفيديو بس ما خلصتش كلام. والفيديو ده قوي 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 قوي. وكده خلصت. خلصت. كسروا الكوبايه وجابوا لي دي بقى، جابوا لي الكوبايه اللي هي بتاعت اللي هي بتبقى محطوطه في الشارع بتاعت ولو ولك ولو انه ايه، ولك ولو خيي حبيبه يا حبيبه، واستنى العظمه الجايه. خلصت ولك ولو